قبل ما نبدأ في الملخص، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. كان زمان العالم بينقسم ل6 مقاطعات بيحكمهم العائلة الإمبراطورية برمز سري، ومن بين كل المقاطعات دي كان في أقوى شخصيتين في عالم القتال وهم فانغ وباي. وفي يوم أزرق ملوش ملامح اتسرق الرمز السري، ولما عرف فانغ اللي بيكون رئيس مسكن النافورة طلب من المساعد بتاعه يجمع له معلومات عن كل المقاطعات علشان يقدر يعرف السبب، لأن أي حد هيملك الرمز السري هيقدر يحكم العالم. وده أغرى رؤساء ال6 مقاطعات إنهم يدوروا عليه. وبعد شهر من وجع الدماغ عرفوا إن في جنرال من ال6 مقاطعات قدر يلاقي الرمز، والكل دلوقتي بيجروا ورا في الغابة علشان يسرقوا منه. لكن بنتنا باي أنقذته وقالت له إن ده مجرد رد الجميل، لأنه أنقذ ناس أبرياء كتير وقت الحرب. فقال لها كملي جميلك بقى ووصل لي الرمز للعائلة الإمبراطورية. فقالت له لا فكك مني، أنا واحدة أحب المرقعة وماليش دعوة بخلافاتكم. وقررت تعالجه علشان يقدر يكمل مشواره. ولما كانت في طريقها ليه لقته هرب، فطلعت تدور عليه في الغابة. واما لقيت الجنرال وادته العلاج طلع عليه ناس من المقاطعات التانية ودارت العركة بينهم، لكنهم اتصابوا في الاخر. فاداها الجنرال اخر علاج معاه وطلب منها توصل الرمز السري للعائلة الامبراطورية ومشي. ولما صحيت لقيت ناس عايزة تقتلها. في الوقت ده كان فانغ عارف اللي هيحصل لها وراح انقذها في اخر لحظة، وعارف ان الرمز السري اللي معاه مزيف، وان الجنرال عمل كل الحوار ده علشان يقتل كل المقاتلين في باقي المقاطعات وهم بيدوروا عليه. ابليس بيعيط في الزاويه. ولما فاقت باي قال لها فانغ لو اعرف ان الرمز السري اللي معاكي مزيف كنت سبتك تغوري في داهيه. وشكلهم كده مش طايقين بعض خالص، وهنعرف انها مش طايقاه لانها شايفه انه اناني ومش بيحب غير نفسه، وكان قدامه فرصه ينقذ تشو وهو بيموت لكنه ما عملش كده. بس ما كانتش تعرف ان تشو نفسه الله يجحمه كان جشع وكان عايز يقتل جيش بلدهم كله. وبالليل عرفت ان عائلة السيد هاني اللي كانت بتسرق منهم العلاج على طول اتحرقوا كلهم، والناس اتهمتها انها السبب لانه اخر مرة مرضاش يديها العلاج. فدخل فانغ وقال لهم انها طول المدة دي كانت معاه، وطلبت منهم مهلة اسبوع وهتعرف لهم مين السبب ورا قتلهم. ولما راحوا لمكان قتلهم توقعوا انه السبب هو ان عائلة هان كانت بتصنع ادوية سرية هتفيد في الحرب، واللي هيملكها هيفوز دايما في اي حرب. ولقوا ابن السيد هاني اللي كان مخبيه من المجرمين ومعاه كل الوصفات السرية للأدوية. فعرض عليها فانغ تنشر خبر انها لقيت بو ابن هان والوصفات الطبية، وهتلاقي طائفة الروح اللي قتلوا العائلة جايين لها بنفسهم بدل ما تدور هي عليهم. ولانها مش هتقدر تعمل كده ومعاها الطفل فلبست الحوار لفانغ وقالت ان هو اللي معاه الوصفات علشان يمسكوه، وقدر يعمل كده. وعرف ان اللي ورا اللي حصل هي عائلة شانغ، ودي عائلة غنية جدا في البلد، فقرروا يروحوا لهم. وبالليل طلع عليهم نفس الناس اللي قتلوا عائلة هان علشان يقتلوهم، لكن باي عدمتهم العافية. واما قفشتهم انتحروا علشان ما تقررهمش. وتاني يوم وهم في طريقهم قال لها ان علشان يقفوا قصاد عائلة تشينغ لازم يلاقوا عدو ليهم من نفس البلد يساندهم، وكان العدو ده هو عائلة تشي. ولما وصلوا البلد قابلهم واحد من عائلة تشي وكان مصمم ياخد حصان فانغ، بس فانغ خلى باي تعلمه الادب هو والحرس بتوعه. بس استغربت ازاي عايز عيلته يساعدوه وهو بيهين ابنهم. فقال لها ان كل ما تكوني قوية اكتر كل ما الناس تحب تتعامل معاكي اكتر. وفعلا كبير عائلة تشي لما عرف اللي حصل مع ابنه ضربه بالقلم قدام فانغ واعتذر له وطلب منه يساعده في انه يقف معاه قصاد عائلة شانغ ويجيب له منهم رسالة العقوبة بتاعته اللي بيذلوا بيها مقابل تلت ثروته. لكن فانغ طلب نص ثروته ووافق، وعرف ان الرسالة دي مع كبير عائلة تشانغ، وانه في اليوم التالت من كل شهر بيروح لصالون بتاع استغفر الله العظيم. فراح هو وباي، وهناك ضرب فانغ الرقاصة وخلى باي تلبس لبسها وتدخل لرئيس عائلة تشينغ علشان تسرق منه الرسالة. ولما دخلت له فضلت تجرجره في الكلام لغاية ما خلته طلع الرسالة اللي بيدوروا عليها، وقال انه بالرسالة دي عيلته هتفضل غنية وثروتها هتزيد كل يوم عن الاول، وان في طائفة كبيرة بتدعمه. دخل فانغ في الوقت ده وضربه وقال لها انت مالك زي القمر كده ليه؟ تاخدي بوسة. قالت له خدك عفريت يا بعيد. ورسم لها تشينغ خريطة علشان يمسكوا بيها الطائفة. وتاني يوم عرفوا انه ولع في بيته واخد عيلته ومشي علشان يهرب منهم، وكالعادة اتخانقوا سوا علشان فانغ كان عارف اللي هيحصل ومقالش. فسابت له باي البلد كلها وراحت بلد اللاجئين، وهناك عرفت ان المقاطعات ال6 من وقت ما الرمز السري اتسرق وهم عايزين يستولوا على العرش. فاخدت بو وخلعت من المدينة، وهناك قابلت الامير هوانج رئيس جيش جيتشو. وقفوا الاتنين
الاتنين يتكبروا على بعض ويستعرضوا مهارتهم، وفي الاخر ادته الرمز السري المزيف لانه اكلها هي واخوها همك على بطنك. في الوقت ده كان في جيش من المتمردين هجم على جيش الامبراطور على الحدود وعايزينهم يستسلموا، وده لان عددهم اصلا صغير. لكن جه في الوقت ده يوهن، وده من النبلاء اللي بيسعوا في الارض للسلام، وحاول يقنع الجيش التاني انهم يعملوا معاهدة سلام بين الجيشين، وقدر يقنعه خصوصا لما قال له انه هيشيل عنهم الضرايب مقابل انهم يوافقوا على السلام. بس ده زعل الملك جدا وامر باعدام قائد الجيش ورجوع الجيش تاني للحرب برئاسة المساعد ليه. فجه ابننا فانغ وجاب مساعد الملك من قفاه وقال له بقول لك ايه يا راجل يهبل، انت خد الجيش بتاعك وامشي علشان ما علقكش انت والملك بتاعك. وبالليل بعت الامير هوانج رسالة ليوان بيقول له فيها على اللي حصل بينه وبين باي، وكان باين على فانغ انه غيران لان هوانج كان بيمدح جمالها. في الوقت ده كان ابن الامبراطور الصغير رايح لاخوه التاني، وهناك شاف اخوه الكبير جاي يزوره، لكن الحرس منعه من الدخول للوناسكي وهو الابن التاني للامبراطور بحجة انه مريض. فراح اخر العنقود الفتان جو للامبراطور وقال له انه شامم ريحة خيانة لان لوناسكي مش راضي يخلي حد يقابله، وقال ايه بيقول انه مريض وتلاقيه اصلا مش في بيته بيخونك. فده خلى الامبراطور يشك في ابنه ويروح يزوره بنفسه. عارف يا جو الحرباية انت حاربه اكتر منها. وهنا هنعرف ان فانغ هو لوناسكي ابن الامبراطور، وانه خاف هويته عن الناس وكذب على والده علشان يسيب القصر ويعيش في قصر الينابيع الساخنة علشان يقدر يتحرك براحته. لكن والده قفش كدبته وامره يرجع معاه القصر تاني علشان يحضر مهرجان مطاردة الخريف. وما تسألنيش يعني ايه، انا اصلا مش عارف. في الوقت ده كانت باي رجعت لطائفتها تاني وقالت المعلم بتاعها على طائفة سول اللي بتدعم عيلة فانغ، وقال لها ان الطائفة دي كانت موجودة زمان وبتسعى دايما للخراب والقتل، لكن الست مقاطعات اتحدوا مع بعض زمان وطردوهم من البلد، ورجوعهم ده بيدل على ان في خراب كبير جاي. فقرروا يوزعوا نفسهم ويدوروا على طائفة سول ويوقفوا الشر اللي بيعملوه، خصوصا لما عرفوا انهم قتلوا عيلة تانية وفي حد هو هدفهم التاني، لكنهم مش عارفين من هدفهم الجاي اللي هيقتلوه. بس قدرت باي وفانغ يعرفوا مين الهدف الجاي لطائفة سول، وهي عيلة ما في مدينة جيتشو. فأمر فانغ المساعد بتاعه انه يبعت مجموعة من الجيش لمدينة جيتشو علشان يحموهم. وجي يوم مسابقة المطاردة والأمراء بحراسهم قاعدين يلفوا حول نفسهم علشان يصطادوا، وصاحبنا فانغ قاعد يشرب شاي بالنعناع تحت الشجرة. يا روقانك يا اخي. ومن ضمن الضيوف المسابقة كانت رئيسة عيلة فانغ اللي اسمها جاية تصطاد، بس فعلا جاية تشقط واحد من الأمراء التلاتة وتتجوزه. وعلى الرغم من انها اتريقت على فانغ وقالت انه ضعيف ومالوش شخصية، الا انها انبهرت بيه اما انقذها من الذئاب اللي كانوا هيعملوا منها شاورما للعشاء. ايوه يا سي فانغ شكلي كده شايفك غلط، بس هو اللي مش شايفك اصلا. وسابها ومشي. وخلصت مسابقة المطاردة وكان الامبراطور هيعلن الفائز في المطاردة، والكل اتريق على فانغ لانه ما اصطادش حاجة، بس هو اللي ضحك عليهم كلهم في الاخر لانه تقريبا كده اصطاد كل الغزلان اللي موجودة في الغابة وقدمها لوالده هدية، وده خلى رئيسة عيلة فانغ تعجب بيه اكتر. انا بقول نزود الشاي بالنعناع الفترة الجاية وبكده يكون فانغ فاز بسيف السحاب. وبالليل جه خبر لفانغ ان باي سابت قريتهم ومشيت ورايحة القصر عيلة ما، فعرف انها فكرت نفس تفكيره وعرفت ان دي العيلة اللي طائفة سول هتقتلها. في الوقت ده كانت باي وطائفتها هناك وطلبوا من رئيس عيلة ما يتعاون معاهم لان عددهم قليل ووافق. وبالليل قدروا يتغلبوا عليهم وطلبوا مساعدة من جيش بلدهم لانهم متأكدين ان طائفة سول مش هتسكت وهتبعت مقاتلين اقوى. ولما عرف فانغ باللي حصل قرر يروح لها، وعلشان يعمل كده قال كلام وحش لوالده في الاجتماع وكان قاصد علشان يحبسه، ومن خلال حبسه يقدر يسيب القصر ويروح لباي. وفعلا وصل للي عايزه وبعت المساعد بتاعه لباي يقول لها تاخد بالها لان طائفة سول هتبعت 6 من معبد الشياطين بتاعتها علشان يقتلوها. وما كدبش خبر وهجموا عليها بالليل، لكن بنتنا اللهم صل على النبي قامت بيهم كلهم وهتك يا ضرب فين يوجعك، واخدت الباقي منهم للجبل. واول ما وصلت جالها فانغ اللي لسه هيضرب طلع له يون وقال له عنك يا حبيب قلبي وعدمهم العافية. وكانت باي من اكبر معجبينه، بس شكل احدهم كان غيران. وبعدها رجع فانغ للقصر تاني، وهناك قال له وزير الحسابات ان في عجز 500,000 اخدهم للضريح الملكي من غير ما يرجع له، وكان متوقع انهم هيقدروا يسدوه في خلال شهرين لكن ما حصلش. وطلب منه ينقذ الموقف قبل ما حد يعرف، لكن اخو فانغ الصغير استغل الفرصة واتهم اخوه بالاختلاس من اموال الدولة
لان الوزير عمره ما يعمل كده من غير اذنه، وطبعا بيعمل كل ده علشان يخلص منه يبقى هو وريث العرش لوالده. لكن على مين؟ انا فانغ يا معتيه. وراح جاب لهم ورقه تثبت انه ما حصلش اختلاس، وانهم بياخدوا جزء من اوراق الفضه يحولوها لنفحات فضيه علشان يحفظوا اموال الدوله. وطلب فانغ من رئيس الحسابات يسال الملك لو كان ادى امر لاخوه الصغير يراجع وراهم ولا هو بيعمل كده من دماغه. فاعترف اخو فانغ انه عمل كده من دماغه، وطلب منه ما يقولش للملك علشان ما يقتلوهش بس، ولا سمعه. وراح قال للملك اللي نزل رتبته 3 درجات وده هيمنعه انه يكون وريث العرش. وطلب من الملك اذن يروح يعالج المشاكل اللي في السد. وهما في البحر طلع عليهم غواصين وخرموا السفينه اللي كان فيها فانغ لانه بيخاف من الميه، وكل اللي في السفينه نجوا الا فانغ كان مفقود. واللي عمل كده مساعد جو اللي كان زعلان في الاول، لكن المساعد بتاعه اقنعه ان ده في صالحه وهيخليه يمسك الحكم اما فانغ يموت. وبالليل لقى يوان وباي وهو على وش الميه وانقذوه، وفضلت باي جنبه لغايه ما فاق. ولما حكى لها عن قصته مع مرات ابوه بعد ما والدته توفت صعب عليها وحست انها كانت ظلمها، وطلب منها ما تقولش لحد انه عايش لغايه ما يعرف مين اللي خانه. وتاني يوم استدعى الملك ابنه الكبير واتهمه انه السبب ورا اختفاء فانغ، وده لان الناس اللي هاجمت السفينه هم رجالته، واداله مهله 7 ايام يثبت فيها براءته. وكان الكل قلقان والمدينه اتقلبت على فانغ وبيدوروا عليه في كل حته. وبعد فتره اخد فانغ باي لبيت اليشم وده مخبأ ليه وطمن اتباعه عليه وقال لهم انه راجع القصر قريب، وخلاهم يلبسوا باي لبس بنات بدل الواحد مش عارف لها وش من ظهره. واول ما شافها وقع على وشه في حبها يا ريتني ما لبستهولك. وعرف فانغ ان والده مش متاثر خالص بغيابه ولا حتى حزين عليه، وكان متاكد ان اخوه الصغير ورا اللي حصل. وهنعرف بعدها ان رئيس عائله فينغ شغال عصفوره لابننا وبينقل له كل اللي بيحصل بالحرف. وكان مساعد جو جايب له جثه وقال له انها جثه فانغ بس الملح مشوه وشه فرحوا للملك وهو بيقدم هدايا للاله علشان يرجع له ابنه. وقال له انهم لقوا جثه فانغ، والراجل يا عيني صدق ولسه هيقع من طوله. جاله واحد من بيت فانغ وقال له ان فانغ رجع بيته تاني. ولما راح له الملك قال له فانغ ان اللي عمل كده هو جو اخوه الصغير، وهو بيدور على دليل جامد علشان يثبت كلامه. لكن الخادم بتاع جو وفر عليه كل المشوار وراح اعترف على نفسه انه عمل كده علشان ينتقم لسيده. وجابت له والدته خادم جديد بعد ما مسحت بكرامته الارض على اللي عمله، وانه بكده بيبوظ خطتها مع عمه علشان يمسكوا العرش. وهنروح لمدينه دادونغ اللي جه خبر للرئيس سامني تشينغ انه لقى الرمز السري وفي طريقه للامبراطور علشان يسلمه له. فامر ابنه يعمل حفله كبيره علشان يستقبله. في الوقت ده كان فانغ مع باي في السوق وبدا يرسمها وحاجه في منتهى الحلاوه، يعني ما انت ليك في الحب اهو، امال عامل ميوت عليه ليه؟ لكن فجاه لاحظت باي ان في طفل هيقع في الميه وانقذته وده اذى رجليها فشالها فانغ على ظهره ورجعها للبيت. لو اعرف كده يا سي فانغ كنت عورتها من زمان. وبعدها رجع للقصر علشان يستقبل مرات ابوه اللي تشوفها تقول بتحبه بس هي بتحب ابنها جو اكتر وبتساعده من تحت لتحت علشان يمسك الحكم. وما اديتش اي اهتمام لابنها الكبير وده لانها بتكرهه بسبب المرض اللي عنده واتبرت منه من وهو صغير. انا دلوقتي عرفت عصير الليمون اللي في عروق جو ده جاي منين. وراحت للفتان بتاعها وقالت له انها هتخلصه من فانغ خالص بس حد التالت هو اللي هيعمل كده علشان رجليه ما تجيش في الموضوع. في الوقت ده كانت باقي فلوسها خلصت ومش لاقيه تاكل واضطرت تبيع دبابيسها الفضه. في الوقت ده افتكرت فانغ لما قال لها انها لو اتزنقت في اي فلوس تروح مكان اسمه بيت جاد وتاخد منه اللي هي عايزاه لان المكان ده بتاعه. وراحت لبيت جاد وهناك شافت اخو فانغ الكبير وهو سكران طينه واغمى عليه وهي اللي انقذته، لكنها ما تعرفش ان اخو فانغ. وبعدها فاق الامير الاول وكان حزين جدا ان والدته مش معبراه ولا حتى سلمت عليه، وهنعرف انه عنده مرض شيطاني بيخليه يغمى عليه فجاه وده اللي مخليها كرهاه. ولما فاق طلب من حراسه يجيبوا له البنت اللي شافت حالته ويقتلوها. ده انتوا طلعتوا عيله اوسخ من عيله جعفر العمده. وتاني يوم راحت رئيسه عيله فينغ الفانغ وقالت له انه بعد ما الملك رقاه في منصبه بيفكر يجوزه فاتجوزني بقى وانقذك من الحوار ده ونعمه تضحيه يا بنتي. فقال لها ماليش في الرسميات انا بحب الصرمحه. فقالت له بس انا عايزاك. فقال لها وانا عايز اشرب شاي بالنعناع. وفي نفس الوقت كان يوان ماسك اخت هوانج وهتك يا طحن في خاطرها وقد ايه موسيقاها وحشه لانها بتحبه وهو بيحاول يبعدها عنه وشكل احدهم كده وقع في حب باي هو كمان. وبالليل طلع شويه من حراس اخو فانغ الكبير على باي علشان يقتلوها لكن فانغ جه في الوقت المناسب واول ما شافوا جريوا. ولما عرف الامير الاكبر باللي حصل امر
ظهر المساعد بتاعه يبعت لها حرس عند بيتها ياخدوا بالهم منها وما يموتوهاش. وتاني يوم رجع فانغ لبيته، وهناك عرف من الحرس بتوعه ان اخوه الكبير كان في بيت جاد، وافتكر شكل الحرس اللي كانوا عايزين يقتلوا باي، وعرف ان اخوه اللي مسلطهم عليها. في الوقت ده كان اخوه الكبير ماشي ورا باي في السوق علشان يعرف هي فاكره فعلا ولا لا، بس باي قفشته وكانت ملاحظه انه عايز يقتلها، بس القروبه هربت منه بالشياكه. وبعدها رجع للقصر هو واخواته، وهناك قال لهم والدهم ان جو هيروح للقصر الامبراطور علشان يحضر الحفله اللي عاملها للامير هوانج علشان قدر يرجع الرمز السري. ولما وصلوا للمملكه عرف ان الامير هوانج طلع عليه ناس وهو جاي وسرقوا منه الرمز السري، وبدا كل الشباب من المقاطعات التانية يرموا التهمه على بعض في مين اللي وزع العصابه دي على الامير هوانج. بس الامبراطور قال لهم يبطلوا لعب عيال ويتحدوا سوا علشان يعرفوا مين اللي عمل كده، بس فانغ ما دخلش على الحوار، وكان عارف ان هوانج هو اللي عمل كده علشان الرمز اللي معاه اصلا مزيف وبياخد اللقطه بس قدام الامبراطور، وفعلا هو اللي عمل كده علشان عايز يحكم العالم كله لوحده. وتاني يوم كانت مرات ابو فانغ عايزاه يتجوز بنت اخوها، ولما رفض شكت ان في حد في قلبه. لا حضرتك دي بنتنا في قلبه وعقله كمان، ده حتى راح لها ومعاه هدايا كتير ليها وكل الاكل اللي بتحبه. وهنيجي بعدها اليوم الامتحان الملكي واللي كان مسؤول عنه هو فانغ، وعلشان الحربيه مرات ابوه توقعه في مصيبه حطت ورق الاجابه للطلاب اللي فانغ مرشحهم، وكمان رشحت واحد من الطلاب وادته الاجابه لكن المعلمه فشها، وكانت الكارثه. واول ما عرف فانغ كان محتار لانه لو حاول يساعد حد من المرشحين هيقول انه هو اللي سرب الاجابه علشان مرشحينه ينجحوا، وكان فانغ قافش ان ده فخ معمول له، فقال بس وانا هقع فيه بمزاجي ولما اطلع مش هرحم حد. وراح لاجتماع الملك وخلى الوزيره تقترح على فانغ هو اللي يمسك التحقيق في القضيه دي علشان يعرف مين اللي طلع اجابه الامتحان. ووافق فانغ ومسك الطالب اللي غش وقرره لغايه ما قال له على الحقيقه، ووصف له شكل السمسار اللي اتفق معاه، وقال له انه اداله الاجابه على ورقه الضباب الذهبي ودي ما بيستخدمهاش غير الاغنياء. فراح فانغ للسمسار ولقى باي هناك واللي كانت بتسد ديون واحد من طلاب طائفتها وتاخد منه الوصل اللي كاتبه عليه، فقال لها فانغ انه هيجيبه لها وقبض على السمسار وباين عليه قوي انه مهتم بيها. وبعدها استاجئوا بالسمسار وخلى وزير العدل يكمل مكانه. وفي الاجتماع مع والده قال له ان اللي عمل كده الدوق ليانغ وهو واحد من المسؤولين، لكن وزير العدل قدم ورقه الضباب الذهبي وقال ان اللي مع فانغ دي مزوره وانه بيتهم مسؤول زور واللي بتساعده في كده الوزيره، وكل دي خطه علشان يشككوا في العداله الرسميه للقصر. وطلب من الملك يعيد المحاكمه تاني، وده عصب الملك وامر ان فانغ يتحبس في اوضته، وبكده يكون فانغ وصل اللي هو عايزه. وكان شاكك ان مرات ابو الحربيه هي اللي ورا تسريب الامتحان، فطلب من المساعدين بتوعه يراقبوا بيت الدوق ليانغ والمساعد بتاعه لانهم اكيد هيحاولوا يخفوا اي دليل عن طريقه. وتاني يوم عرف فانغ ان في حد اسمه لو بيتردد على بيت الدوق كتير، واكيد هو اللي ورا تسريب الامتحان. في الوقت ده كانت الحربيه بتقول لابنها انه هيبعت حد من رجالته يأجر واحد يقتل له علشان ما يعترفش عليها، ولان صاحب باي مديون لطوب الارض ومش لاقي ياكل اغراه الحرس بالفلوس وخلوه يروح يقتل له، وقتله فعلا. وقبل ما يموت قال اسمه مولان، والحرس قدروا يمسكوا القاتل وقبل ما يحاكموه سمم نفسه. وبكده يكون الدليل الوحيد مع فانغ راح. فلاحظت باي في الوقت ده ان ختم الملك اللي موجود على الامتحان لونه بيخف، وده صعب يحصل لان لون ختم الملك بيختفي بعد وقت طويل. وهنا اكدت لفانغ ان ورقه الامتحان اللي كانت مع المسؤولين مزيفه وان في حد سرق الاصليه وسرب منها الامتحان. وافتكر فانغ في الوقت ده كلمه مولان اللي قالها لو قبل ما يموت، وده المكان اللي مستخبي في الدليل على مين سرب الامتحان. وفعلا لقوا الامتحان الملكي الاصلي هناك، ولما عرف الملك سامحه ورفع من عليه الحكم. وهان قال له فانغ ان اللي ورا كل ده هي زوجته، ولما واجهها عيطت عيطتين صعبت عليه فقام سامحها. انا قلت لكم ده ملك على ما تفرج. وتاني يوم عزم فانغ باي على الفطار، وهنا قالت له انها تمشي وتسيب البلد وهتروح الجبل مع صاحبتها، وكانوا الاتنين زعلانين على فراقهم لبعض. وبعدها قابل فانغ والده اللي قال له انه لازم يزودوا قواتهم العسكريه لان الست قطاعات ممكن تقدر بيهم في اي وقت. ولاحظ الملك ان عنده عجز في الخيول، فاقترح فانغ عليه انهم يشتروا الخيول من الشرق لانهم متدربين بشكل احسن. في الوقت ده كان الوزير بيطلب من الحربايه تساعده في انه يغطي على عجز الخيول اللي اختفت واتباعت فجاه، لان الملك لو اكتشف ده هيروح
في داهية، وهددها بالفلوس اللي اختلستها لحساب ابنها، فأمرت يروح الشرق ويشتري كل الأحصنة اللي هناك. وبعدها قابلت الأمير الكبير اللي هي أصلا بتكرهه، وفضلت تدحلب عليه وتقول له كل يا حبيبي ورم عظمك انت تعبان، وعرفته انها جايبه له عروسه ودي تبقى بنت الدوق تشي. وده علاقته مع شي اللي الملك اتهمه باختلاس الخيول زي الزفت، والامير كان عارف انه لو اتجوز بنت الدوق هيبقى هو ولانشي اعداء وهيدخلوا في حرب قصاد بعض. وجو ابن الملكه هو المستفاد في الاخر. ابليس بيسقف لك يا حاجه في الزاويه، لكن الامير الحنين قابل عروسته وكانت ما شاء الله في قمه الادب والاخلاق واللسان اللي بيحدف توب، فسابها الامير ومشي. ولما واجه والدته بالحقيقه وباللي عايزه تعمله ضربته بالقلم وقالت له انها بتكرهه من يوم ما اتولد. باين يا غاليه من غير ما تقولي في الوقت ده كانت باي وصلت للجبل وهناك قابلت تشانغ ويون، لكن فجاه هجمت عليهم قوه ورق الشجر، لكن الأروبة قدرت تتغلب عليهم. في الوقت ده عرف الامير فانغ ان سعر الخيول زاد اضعاف الاضعاف في الشمال، ولو اشتراهم بالسعر ده هيسببوا له عجز كبير، ده غير ان الناس هتشك في الملك وانه جاب كل الفلوس دي منين. وجات له رساله من مساعدينه ان في شخص عرض عليهم 1000 حصان بسعر رخيص جدا، وانهم فحصوها وعرفوا ان الخيول دي هم اللي اتهربوا من المملكه بتاعتهم. فامرهم فانغ انهم يشتروا الخيول اللي معروضه عليهم، وده لانه عارف ان ده فخ معموله من وزير الحرب ومرتبه الحربايه علشان يتهموه قدام الملك ان هو اللي هرب الخيول المفقوده من المملكه قبل كده. بس على مين ابننا مفيش انصح منه، وقدر يشتري خيول عسكريه تانية وبدلهم بالخيول المتهربه، وكمان اثبت ان الوزير هو اللي اختلس اموال الدوله وباع الخيول بتاعتها، فامر الملك بحبسه. والراجل كان هيتشل يا عيني من الصدمه. في الوقت ده عرف الامير الصغير باللي حصل، فطلب من المساعد بتاعه يبعت حد يقتل الوزير علشان ما يعترفش عليهم. شكلها كده مفيش مؤامره جايه يلا تتعوض في الاخره. نيجي بقى الباي، وكانت في الجبل مع يون اللي تسبب في حدوث زلزال فيه وكان هيوقعوا على دماغهم، لكن الامير تشاو قدر ينقذهم منه. واما عرف المعلم الكبير امر انهم يحققوا ورا يون ويعرفوا هو ليه عمل كده. ووصلت اخبارهم لحراس فانغ اللي سمعهم وهم بيتكلموا عن الزلزال وان كل اللي في الجبل زمانهم ماتوا بسببه، فقلق على البطه بتاعته وراح لها جاريه وطلعها من تحت الانقاض. فقالت له ايه ده انت بتحبني قوي كده جيت تنقذني؟ قال لها لا كان نفسي ادوق طبخ الكل وانت ساكته. وتاني يوم راحوا الكهف المعلم الكبير، ولما دخلوا كانوا لازم يلاقوا مفتاح المساله علشان يكسروا صفوف الملوك ويوصلوا للمعلم، وقدروا فعلا يحلوا المساله ووصلوا للمعلم. وطلبت باي منه انه يجيب لها المعلم بتاعها لانها فاكره انه بسبب زلزال الجبل وقع عليه، فطمنها المعلم انه بخير بس علشان تنقذه او تعرف مكانه لازم تلاقي قمر اليشم المقدس، وعلشان تلاقيه لازم تعدي في كل الاختبارات. فقرروا انهم يدخلوا الكهف ويخضعوا للاختبارات، وبدات لعبه الشطرنج بين فانغ والمعلم تاين، واللي دخل فانغ في صراع مع نفسه بس قدر يتغلب عليها وحطه في اختبار انه يدمر كل الخيوط اللي حواليه، لكنه جه على الخيط اللي بيفكره بباي وما قدرش يقطعه وبدا يتعب، فدمرت باي الشطرنج علشان تنقذه. ودي كانت حركه جريئه منها ما حدش يقدر يعملها مع تاين، فانبسط منها ونجحهم في الاختبار، لكنه حطهم في اختبار تاني مفاجئ وده خلى طاقه فانغ ضاعت كلها على الفاضي. وعلشان باي تنقذه لازم تعمل له دايره طاقه حيويه، ودي صعبه حد يعملها حتى المعلم نفسه ما يقدرش يعملها. وفي نص يوم اتعلمت باي تعملها وده ممكن يعرضها للاذى، لكنها اصرت تنقذه فعلا انقذته وفقدت الوعي. وكان المعلم تاين مش مصدق اللي شايفه، وهنا عرف انهم بيحبوا بعض وامر اليشم ما بيتكونش غير بتبادل الحب بين القلوب. ولما فاقت باي اداها المعلم تاين قمر اليشم المقدس بعد اللي عملته مع فانغ، وادى فانغ مخطوطه سريه ليه عملها بقلبه وروحه طول السنين اللي عاشها. وبعد ما مشي ومات المعلم وجه يون للخادم بتاعه علشان يعرف مين فيهم اخد قمر اليشم المقدس، واما رفض يقول له بدا يموته. وهنا هنعرف ان يون من سلاله طائفه الجراد، ودي طائفه شريره بتسعى لتدمير العالم، فعلا اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. فاختار الخادم الموت على انه يعترف. في الوقت ده كان حراس فانغ قلقانين لانه مرجعش القصر، وجلست المحكمه هتبدا. واول ما بدات كان اعداء فانغ من الوزاره بيحاولوا يصطادوا في الميه العكره ويسخنوا الملك على فانغ بانه ما بيحترمش الملك وحتى ما اداش خبر قبلها. وقبل ما الملك يتعصب دخل فانغ دخلة جرئيه شويه حساله، مش فانغ اللي تعمل عليه حفلايه، وادى للملك الخريطه السريه للمعلم تاين كهديه، ودي حاجه عظيمه في تاريخ بلدهم. ولو عرفت المقاطعات الخمسه بالخبر ده هيخافوا منه ويخضعوا ليهم. فسالوا الملك يعرف المعلم تاين منين؟ قال له لا ده حبيب قلبي، ده لسه كنا بنشرب شاي بالنعناع سوا قبل ما ربنا يفتكره. فانبسط الملك منه وكافئه. في الوقت
الوقت ده دخل مبعوث من الامبراطور مع مرسوم ملكي بيأمر فيه والد فانغ انه يعمل مراسم تذكاريه تليق بالملكه الراحله والدة فانغ، وده كله من تخطيط فانغ علشان والده يوافق يعمل حفله تذكاريه لوالدته. وتاني يوم كانت الحفله التذكاريه للملكه الراحله، وطلب الملك من زوجته الحربايه انها تاخد بالها من تصرفاتها لان اي غلطه تاثر على وضعه كملك، لكنها كالعاده بوظت الدنيا وخلت شكله زي الزفت. اما مسكها مسح بكرامتها الارضيه وقال لها انا عارف انك العقل المدبر ورا كل الاعمال الشريره في القصر، وامر بحبسها لمده شهر، وده كله كان من ترتيب فانغ علشان ينتقم لوالدته من اللي عملته فيها مرات ابو الحيزبونه. وعلشان تنتقم من فانغ طلبت من اخوها يعمل خطوبه كو بنته على الامير الكبير. الاول ما عرف قال لها انه مش موافق عليها ورافض يبقى جزء من لعبتها علشان تنتقم من فانغ، فهددته انها تقول للملك انه كان متآمر معاها على قتل فانغ، والاكيد ان الملك هيصدقها لانه عارف كل الشمال اللي عملته، فاضطر يوافق. انتي لو كسبه ابنك فيك الشيبسي مش هتعملي معاه كده. وكان يون في الوقت ده بيراقب باي علشان يعرف يشمل القمر المقدس مع مين. وبالليل راح فانغ لمعلم باي اللي قال له انه حارس من حراس الرمز السري، وعرف ان في رمز تاني مزيف ظهر، وطلب منه يعرف مين اللي ورا كل ده واللي عايز يعمل ارتباك في الدوله، وطلب منه ما يقولش لحد حتى لو كانت باي اللي اول ما خرج فانغ من عند معلمها راحت له جاريه علشان تعرف، بس برضه ما قالهاش نبطل نحشر نفسنا في اللي ملناش فيه بقى، وقال لها ان هدفه انه يملك العالم ويغيره كان غيرك اشطر. ولاحظت انه راسم صورتهم سوا على الصور، ولما سالته عنها قال لها انه كان شايفها شخص مزعج، وكان فانغ شاكك في يون، فامر الحارس بتاعه يراقبه، وعرف منه ان اخوه الكبير وافق على جوازه من بنت الدوق، وده هيعمل لهم مشكله لانه عدوهم. فافتكر فانغ ان اخوه عمل كده علشان خذله وهو صغير فبيردها له، وما كانش قدامه حل غير انه يتعامل مع الكارثه اللي هتحصل. وتاني يوم راح فانغ المهرجان زهرة الجرس علشان يحتفلوا بخطوبه اخوه، وهناك جه واحد من حراس اخوه الكبير وضرب مساعد فانغ وحط منوم لفانغ في الشاي، وجاب بنت الدوك وهي ميته وحطها جنبه، لكن فانغ قام وكان عامل نفسه نايم، وقال له مين اخويا ابن ام وابويا يعمل فيا كده، واعترف انه عمل كده علشان يعلن العداوه بينهم. بس فانغ كان متاكد ان في حد هو اللي جبره يعمل ده، وقال له انه بيحبه وعمره ما هيعديه، واداه هديه بيحبها. والله حنيت قلبك دي يا فانغ اللي جايبه وراه، لكنه رفضها وقال له انه ما بقاش اخوه اللي يعرفه. وبعد ما سابه ومشي وقع الامير الكبير من الدور الثاني، واتفتحت جريمه قتل الاميره، واتهموا فانغ لانه الوحيد اللي يقدر يدخل الطابق العلوي، وطلبوا منه يثبت براءته. وهنعرف هنا ان فانغ كان عارف المؤامره اللي بتتعمل عليه، واتفق مع الحارس بتاعه يعمل نفسه اغمى عليه، وجاب واحد ولبسه شبه فانغ وراحوا يصطادوا علشان يبقى بشهود على ان فانغ وقت الجريمه كان بيصطاد، وعرف ان اللي قتل الاميره هو اخو الحيزبونه مرات ابوه كينج يا ابني والله. ولما وصل الملك بدا الوزير يتهم فانغ وفانغ يتهم اخو الملكه، فقال لهم الملك يخرسوا وهو هيتولى التحقيق في القضيه دي، وكان شاكك في جو لانه حربايه زي امه وعايزين يخلصوا من اخواته الكبار علشان العرش يبقى ليه. لكن الحربايه دخلت وقالت لهم انها تتخلى عن منصبها كملكه لانها حزينه على بنت الدوق اللي ماتت ومستعده تعوض عيلتها، وان الجريمه اللي حصلت دي هي وابنها جو مالهمش علاقه بيها. وطبعا الملك صدق دموع التماسيح بتاعتها، ورجعت الحيزبونه لابنها وعرفت منه ان هو اللي عمل كده هو واخوها علشان يخلصوا من فانغ والامير الكبير مره واحده. جت مدياله قلم مخبرين نيمه على الارض. في الوقت ده جه وزير الحرب وقال للملك انه هو بيفتش جثه الاميره ليه في ايدها شويه من الفرو اللي كان لابسه الامير فانغ، ورمى التهمه على فانغ. فامر الملك فانغ انه ما يتحركش من بيته ولا هو ولا حراسه. في الوقت ده كانت الوزيره غيرت الفرو بتاع فانغ بفرو تاني لانها كانت شاكه، وبكده تكون انقذت فانغ واثبتت براءته. وبالليل راحت باي لفانغ وحكى لها على اللي حصل، وقالت له ايه يا ابني اخواتك دول ولا قبيله ابو لهب؟ وهنا بدات باي تغير نظرتها في فانغ وانه شخص كويس مش زي ما كانت فاكره. وهنرجع للامير الكبير اللي طلب من الدكتور يقول للملك وكل اللي في القصر انه تعرض لاصابه جامده في رجله، وهيفضل طول حياته ماشي على عكاز ومش هيفوق غير بعد فتره كبيره. وعمل كده لانه مش عايز الملكه ولا اي حد يستغله تاني ويكفر عن ذنبه في قتل الاميره. وبالليل راح له فانغ يطمن عليه ولاحظ ان دواء اخوه مسموم، وعرف من خادم اخوه ان اللي جاب الدواء هو خادمه جديده لمرات ابو الحيزبونه، وتاكد ان هي اللي وزتها علشان تسممه. وكان الامير الكبير سمع كل اللي حصل وتاكد ان فانغ فعلا بيحبه. وتاني يوم راح الملك للامير الكبير، ولما سالوا مين اللي وقعه قالوا انه مش فاكر حاجه غير ان في حد قال
قالوا ان فانغ عايزه في الدور التاني. وبعدها راح ما لقاهوش وحد وقعه، والدكاتره قالوا للملك ان الواقعه سببت له فقدان في الذاكره، وده كله من ترتيب الامير الكبير. وبعدها قرر الملك يقفل القضيه خالص، وقال ان اخو الملكه هو اللي قتل الاميره، ووقوع الامير الكبير كان مجرد حادث. وتاني يوم راح فانغ يزور اخوه، بس طرده وقال له ما يجيش هنا تاني، وعمل كده لانه خايف على ان الحيزبونه مرات ابوه. فراح فانغ يتمشى في السوق، هناك قابل البطه بتاعته وحاولت تعمل له هديه علشان تخرجه من حاله الحزن اللي هو فيها، وهو كفانغ كان واقع على شاشته قوي. وهنيجي هنا ليون اللي صحته كانت في النازل، وده بسبب لعنه الدم اللي اتفرضت على عيلته من زمان، وعلشان اللعنه دي تتفك لازم يلاقي قمر اليشم المقدس والرمز السري لست مقاطعات ويوقعهم في بعض. فامر الخادم بتاعه انه يعلن خبر وصوله للعاصمه قريب. وطبعا الملك بتاعنا كان مبسوط انه هيشوف يوهنا، ومش بس كده، لا ده قابله وطلب منه يفضل جنبه علشان يساعده في توحيد المقاطعات الستة تاني. لكن يون رفض وقال ان هو بيسعى للسلام في العالم ومش بيحب يفضل في مكان كتير، ونعمل اخلاق يا ابني. وبعدها راح قابل جو لانه مقرر يستخدمه ضد فانغ، وقال له جو انه بيفكر يحقق في قضايا الفساد في الدولة، وبكده يقدر يرجع الفلوس المسروقة ويملى بيها الخزنة علشان يعزز قوات العسكرية. لكن لو عمل كده هيخسر انصاره في المحكمة، تقريبا كده المملكة كلها فاسدة وبتسرق من بعض، وهو خايف احسن شركائه في المحكمة يقولوا انه بياع وخاين. لا ويون ما يرضلكش كده طبعا، قام قايل له يون انه هيعمل له خطة تحافظ على شكل قدام انصاره وتلبس فانغ في حيطة. وفعلا بدأت الخطة، وراح جو للملك ووقع 3 من شركائه واثبت انهم حرامية، وده علشان يخلي الملك يعجب بيه اكتر وما ياخدش باله من المصيبة اللي هيعملها بعد كده، لان اهم حاجة عند والده هو انه يجمع فلوس يملى بيها خزانة الجيش. في الوقت ده كان فانغ مع الوزيرة وعارف كل اللي بيحصل، وقال لها تحذر الحرس بتوعها ما يعملوش اي حاجة، لان جو مع مرسوم ملكي بالتحقيق في قضايا الفساد وهيحاول يستخدم اي فرصة علشان يوقع هو وحراسه في مصيبة. في الوقت ده كان جو بيقول للملك ان دفتر الحسابات اتسرق من الخزنة، واللي مشكوك فيه من المسؤولين الثلاثة هو نائب وزير ايرادات تشو، وده قريب الوزيرة فانغ. فامر الملك بحبسه، واما عرف فانغ قال لها توصل لتشو وتقول له ما يعترفش بالحقيقة حتى لو ضغطوا عليه يقول حاجة تانية. وطبعا يون هو اللي كان ورا كل ده علشان يلاقي قمر اليشم المقدس. وبالليل الوزيرة في طريقها للسجن طلع عليها يون ودخل في جسمها سم. علاجه الوحيد هو قمر اليشم المقدس علشان يتأكد هو مع فانغ وباي ولا لأ، وده لأنهم أول ما يعرفوا إنها مسمومة هيعالجوها، وفعلا عالجوها من السم. وفهم فانغ إن دي حركة مقصودة علشان يوقعوهم. فقال فانغ الباي بقولك إيه، إحنا لازم نفضل مع بعض كده ما نتفرقش أبدا، حسك أخدت الموضوع لحتة تانية مش وقت محنة. وبلغ معلمها إنها مش هترجع له الفترة دي وهتقعد مع فانغ شوية. في الوقت ده راح فانغ وباي للخزنة علشان يدوروا على أي دليل يوصلهم للي سرق دفتر الحسابات ويبرئوا نائب وزير الإيرادات. ولاحظوا علامات يد على الخزنة وكمان الأرض مكسورة، وتوقعوا إن اللي عمل كده أكيد مش إنسان، لأن الأرض مصنوعة من مواد خاصة ما يكسرهاش غير حد مش طبيعي. بس باي كانت شايفة إنها مجرد خدعة، وإن اللي عمل كده مجموعة مش شخص واحد. في الوقت ده كان يون قدر يخرج قوة اليشم المقدس من جسم الوزيرة، وفاضل بس الرمز السري ويفك لعنة عيلته. وقرر يفضل فترة أطول في العاصمة علشان يتفرج على فانغ وهو بيلبسه قضية السرقة. والله ده لو عطر فيك انت هيلبسك في حيطة. وتاني يوم قالت باي للوزيرة ان المجموعة اللي سرقت الخزنة هي اكيد واحدة من الفرق اللي دخلت المدينة، لانهم الطريقة الوحيدة اللي يقدر المجرمين يدخلوا بيها العاصمة ومعاهم معدات تقيلة. وسمعهم فانغ وفضل يدور ورا الفرق اللي في العاصمة لغاية ما وصل لفرقة اسمها دافو، ودي اقرب واحدة للمواصفات اللي وصفوها لها في الخزنة. فعملت باي خطة مع فانغ انهم يروحوا للفرقة على انهم اخوات، هي بترقص وفانغ بيغني وعايزين ينضموا لهم. وتاني يوم راحوا للفرقة وغنى فانغ والكل اعجب بصوته وانضموا للفرقة. وهنعرف ان الفرقة دي هم الحرامية فعلا متخفيين في شكل مغنيين، ووافقوا على انضمام فانغ ليهم كتمويه لو حصل اي حاجة يبقى معاهم حد بيعرف يغني. وتاني يوم قالت باي لفانغ انها ما لقيتش الفلوس المسروقة، لكنها شاكة في مكان تاني وهو فوق سطح بيتهم. وفعلا لقوا الفلوس المسروقة واعتقلوا الفرقة، لكن ده برضه ما كانش دليل كافي لبراءة نائب وزير الايرادات. وجو كان عنده دليل اقوى لحبسه، وده لانهم لقوا الفلوس بس ما لقوش دفاتر الحسابات اللي اتسرقت. فقالت باي اللي ما يجيش بالذوق يجي بقلة الذوق، وجابوا رئيس الفرقة وعملوا نفسهم بيقتلوا قرايبه علشان يعترف. وفعلا اعترف وقال ان اللي بيساعده هو شخص اسمه تشامبرلين مش نائب الوزير، وبكده يكونوا اثبتوا براءته. وتاني
يوم كانت المحاكمة وراحت الوزيرة فينغ ومعاها الأدلة على براءته، فانبسط منها الملك وأمرها تحقق مع الأمير جو في باقي قضايا الفساد. فجري يعيط ليون ويقول له الخطة فشلت، فوعده يون إنه هيساعده يبقى وارث العرش ويقضي على فانغ نهائي عن طريق كيس في كل الطرق اللي تخلصوا منه، بس ما يفتحوش غيره فانغ بره القصر. في الوقت ده كان معلم مجمع حراس الرمز السري وبيطلب منهم يساعدوه يعرف مين حارس الرمز السري المميز اللي بيساعد المقاطعات في انهم يزوروا الرمز الاصلي ويعمل فوضى في البلد. الدنيا طبعا خربانه وصاحبنا قاعد يتخيل انه مع باي وبيعترف لها بحبه. اما باي فرحت الوزيره وحكت لها اللي حصل والالعاب الناريه، وهنا عرفت ان فانغ هو اللي عملها علشان يعترف لها بحبه، وهي عكت الدنيا وقالت ان دي طريقه عبيطه للاعتراف بالحب، والله ما عبد غيري، فتمنت انه يحاول مره تانية علشان هي كمان بتحبه. في الوقت ده كانت خادمه فينغ عرفت انه بيحب باي، فراحت للمستشار تقول له وتطلب منه يعمل حاجه علشان يفرقهم عن بعض، لان فانغ ما ينفعش يتجوز واحده حقيره من عالم الفنون، لكن هي بتعمل كده لانها بتحب فانغ اصلا وعايزه تبعده عن باي. فراح المستشار للمعلم وطلب منه يساعده في انه يفرق بين فانغ وباي، لكن المعلم رفض وقال انه ملوش سلطه عليها تحب مين وتكره مين. في الوقت ده عرفت باي اللي حصل، فاخدته هديه للمستشار وراحت رمت له كلام بكلام ان الحب مش بالعافيه، ولو هو فاكر ان فانغ هيتجوز اميره ولا يحبها عشان العرش تبقى عبيد، وطلبت انه يركز في حال البلد زي ما هو مركز في حالها كده. وهنا عرف المستشار ان باي فعلا قروبه زي ما بيقولوا عنها، وراح بعدها اعتذر لفانغ على اللي عمله من وراه، فقام ماسح بكرامته الارضيه وراح بالليل لباي يعتذر لها على اللي حصل ولسه يعترف لها بحبه. جه الحارس بتاعه وقال له ان حدود البلد فيها مشكله والملك طالبه، فسابها ومشي ووصل للملك وقال له انه بيقترح يبني سد بين البلدين اللي فيه مشكله بينهم علشان يحلوا الخلاف ده بسرعه، وهو بنفسه هيسافر ويعرض عليهم الفكره. ولما عرفت باي قررت تسافر معاه على راي المثل اطلب الحب ولو في التشينغ. في الوقت ده عرف جو ان فانغ ساب العاصمه، ففتح الصندوق اللي اداهوله يون وفتح رساله فيها ان الاسم السري لفانغ في مسكن النافوره وبيت اليشم وانه القائد بتاعهم، ولو عرف الملك الحوار ده هيعلق فانغ. نرجع بقى لفانغ وجيشه اللي الدنيا مطرت عليهم وعملت معاهم الغلط، لكن باي ساعدته ينقذ جنوده وبالليل كان متعور. فلا يا سي فانغ انت لازم تريح، تعال نام جنبي ونحط بينا فوطه. وتاني يوم عرف المسؤول مو ملك ليتشينغ ان فانغ في طريقه لبلدهم، وكان خايف منه لكنه اتفاجئ ان فانغ اصلا مش مع جنوده، وان الجنود اللي وصلت لبلده عددهم اقل بكتير من الجنود اللي اتقالوا عليهم، وده لان فانغ كان عامل خطه انه ياخد الجيش كله معاه ويحاصروا المدينه من بره ويسيب الباقيين يروحوا للمملكه، وخلى المساعد بتاعه انتحل شخصيته علشان ما حدش يكشف غيابه. ولما سأل الملك على فانغ قالوا له انه تعبان، فبدا يشك انه مش موجود اصلا، فاصر يروح له بنفسه بحجه انه جايب له علاج. لكن فانغ وصل في الوقت المناسب بعد ما عرف من البياعين في السوق ان الحكومه نهبه البلد وبيخلوا الشعب يشتغل ببلاش وبالعافيه. في نفس الوقت رفض فانغ الهديه اللي جابها له الملك يو وقال له انه جايب امر من والده مش محتاج كل ده، وده شككه في فانغ انه جاي يستولى على البلد مش يدعمها زي ما بيقول. في الوقت ده عرف ان اللي ناهب فلوس الشعب هو المسؤول يو واخدها كلها في جيبه، فقرر يبوظ له خطته الدفاعيه للمدينه. ودخل خادم الملك وقال لفانغ ان المسؤول مو عامل وليمه وعزمه عليها، فتاكد فانغ ان ده فخ، وعلى الرغم من كده قرر يروح وعمل خطه مع الحرس بتوعه وهو انهم يكونوا محصرين المدينه، اي غدر يعلقوهم على طول. واول ما وصل فضل المسؤول يو يشرف فانغ وكان حاطط له منوم في استغفر الله العظيم، لكن فانغ قدر بقوته الداخليه ينقذ نفسه وبدا الغدر من حراس يو. لكن على مين؟ دخل حراس فانغ وعلقوهم وقتلت باي المسؤول يو، وبكده ما يكونش فاضل غير البلد التانية وهي تشينغو اللي مستعده للحرب في اي وقت. وعلشان فانغ رافض يحاربهم فقرروا يبداوا هما الحرب خلال يومين، لكن فجاه دخلت عليه باي، وهنعرف هنا ان باي تبقى اخت مسؤول تشينغو واميره مدينه تشينغو واللي قالت له ان يو مات. وفانغ دلوقتي مسؤول عن مدينه ليانغ تشينغ وبيعرض عليه معاهده سلام، واقنعته بيها وحكيت له على اللي حصل بينها وبين فانغ طول الفتره اللي فاتت. لا ده انتوا مخلوقين لبعض بقى، ونصح اخوها انها ما تعرفش فانغ حقيقتها. ولما رجعت لفانغ لقيته بيعاملها بطيبه واحساس وبيدلعها قدام الناس. في الوقت ده عرف بموافقه مسؤول تشينغو على المعاهده، وده خلاه يشك انه فخ، فعمل خطه علشان لو حصل اي عوق، وراح بعدها يقابل ملك تشينغو واتفقوا سوا على المعاهده وقالوا انه هيسانده في اي حرب هيدخلها ويبقى تابع ليه. وطبعا الولا لذيذ زي اخته. ونرجع بقى للحربايه
بتاعنا جو اللي قال لوالده ان بيت اليشم متهم بالتهرب الضريبي وبيع الملح في السر، وانه متعاون مع منظمة مسكن النافورة للخيانة والتمرد، وبيعمل كده لانه عايز يوقع الملك في فانغا لانه صاحب مسكن النافورة. فامر الملك الخادم بتاعه انه يدور ورا بيت اليشم، ولو ثبتت خيانتهم يحبس كل اللي فيه. وكان اخو يو ما بطلش يبص لها ولاحظ فانغا، فراح لاوضته وقال له شايفك بتبص لبطتي عجباك الفها لك في سندوتش. وفضل الملك تشينجو يستفزه لغايه ما اتاكد انه بيحب باي، وبعدها اخد باي على السوق. هناك السما مطرت، فقام فانغ شايلها وحاجه في منتهى الرومانتيكيه. وتاني يوم كان فانغ بيدور على طريقه يقنع بيها الرجال انهم يسجلوه في مشروع بناء السد، وحط لهم مغريات كتير لكن سكتهم بالسالف الحكومه. فاقترحت باي على انه يرمي فلوس في القنوات اللي بيشتغلوا فيها ويوفر لهم الاكل لانهم اهم من الفلوس، وبكده الكل هيسجل في المشروع. وفعلا نجحت خطتهم وعدد العمال في المشروع زاد، وكمان بدأ فانغ وباي يساعدوا المرضى في المدينة. في الوقت ده كان واحد من الوزراء بيأكد للملك ان بيت اليشم متعاون مع بيت النافورة، وعرفت الوزيرة بعدها ان كل الورق اللي في بيت اليشم اختفى، وخافت هي والمستشار لان الورق ده في دليل هوية الامير فانغ الحقيقية، وقرروا يدوروا ورا اللي عمل كده. في نفس الوقت عرف فانغ وباي باللي حصل في بيت اليشم، وشكوا ان اللي بلغ عن بيت اليشم شخص من الاسرة الملكية. اما فانغ فشك في والده، لكن المستشار اكد له ان اللي ورا كل ده هو جو لانه سمع وهو بيقول للملك انه لازم يعلن خبر، وهو ان صاحب بيت اليشم الحقيقي لو ما ظهرش خلال 3 ايام هيموت كل اللي فيه. فجاب جو عنده واجهه بالحقيقة، فقال له انا اللي عملت كده ليك شوف حاجة مش كفاية فتان كمان بجح. وفي اللحظة اللي كانوا بيتكلموا فيها كان فانغ باعت الوزير ومساعدينه يهربوا السجناء اللي حبسهم جو في جناح خاص، لكن جو كان قافش خطتهم وبعت لهم حراس وقبضوا على اتباع فانغ. وكمان عرف الملك ان فانغ هو صاحب مسكن النافورة، فحس فانغ بتأنيب الضمير وقرر يسلم نفسه مقابل انه ينقذهم. واما راح لوالده خلى الحرس كسروا عظمه علشان بس يعرف يقابله، وبعد ما وصل له قال له انه عمل منظمة مسكن النافورة علشان يساعد الناس وان نيته كانت خير، وبيحاول يتقاسم معاه الاعباء. لكن الملك ما اقتنعش وجاب له مشروب يشربه، وده بيضعف القوة الداخلية للأسف وبتخليه شبه الميتين. وقال له انه محضره له من وقت ما اكتشف حقيقته، وهو انه واحد من عالم الدفاع عن النفس، ودول بالنسبة للملك طبقة حقيرة. وامر فانغ انه يتقدم لأميرة يتشو وسحب منه كل صلاحيته كأمير. وفضل فانغ فاقد الوعي لفترة، واول ما فاق لقي باي جنبه وخدته حضن مطرت كده، فقال لها كان لازم اتعب يعني علشان تعترف انك بتحبيني، اما انتوا صنف عليكم حركات. في الوقت ده كان يو عارف ان فانغ هيروح ليتشو علشان يخطبها، فقرر يستغل الفرصة ويقتله فيها. وهون قوم البلدين على بعض مرة واحدة. وفي السجن قابل المعلم نحات محبوس، وشاف معاه قلادة اليشم اللي سابها صاحبه حارس الرمز السري قبل ما يموت، وعرف من النحات ان هو اللي عمل القلادة دي لعيلة يو قبل كده، ودي عيلة من المدينة الامبراطورية، ودي القلادة الخاصة بيهم. لكن العيلة دي كان عمرها قصير وماتت كلها، لكنهم ما يعرفوش ان فاضل واحد وهو راس الحية اللي ورا كل المصايب اللي بتحصل. ووصل فانغ وباي لقصر الاميرة على انهم فانغ وباي اشهر مقاتلين في العالم، وقرروا يقربوا منها ويصاحبوها علشان يستفادوا منها، وده لانها ست ذكية وقروبة، وبدأوا يدوها هدايا ويلعبوا معاها وكلوا دماغها. وفي يوم قالت الاميرة لوالدها يوظفهم عنده لانهم ممكن يستفيدوا منهم كتير خصوصا في الحروب الجاية، فقال لها انه هيفكر، وطلب منها تبعد عنهم وتخليهم يشوفوا مكان تاني يقعدوا فيه لانهم مش من مستواها. لكنها اديته واحدة انا عايزة اتجوز فانغ يا بابا قتلته. الراجل كان هديله جلطة. وراحت الاميرة بعدها لباي وطلبت منها تقنع فانغ انه يحبها ويفضل معاها في القصر، فقفشوا انها بتعمل كل ده علشان عايزة تستولى على عرش بلدها، فاختارت واحد من عالم الفنون القتالية علشان ما يبقاش ليه في السياسة، لكنها ما تعرفش ان فانغ يبقى الامير ليوناسكي، وعاملة نفسها ناصحة وخلاص. وتاني يوم جابت اميرة يتشو باي وقعدت تلبسها لبسها وتخليها شبهها، وده لانها عايزة تخليها تحضر حفلة اختيار الزوج الملكي بدلها. بس فانغ جه في الوقت ده وقال لهم انه هيسيب القصر ويمشي لان الحفلة بكرة وهو ما ينفعش يكون موجود. ولما عرف يون بعت له ناس تقتله لكنه ده شملهم وجات باي في الوقت ده، لكن طلع لهم واحد يحاربهم بقمر اليشم المقدس، وكانوا مستغربين لان محدش معاه اليشم المقدس غيرهم. وتاني يوم كانت الحفلة، وهنا شاف الاميرة تشوهو وعرفت انه نفس الشخص اللي انقذها. اما المفاجأة هي انها عرفت ان الامير ليوناسكي هو فانغ المقاتل، وهنا اتصدمت وطلعت جري على والدها تقول
كله اللي اكتشفته، وخلت باي تنتحل شخصيتها لغاية ما ترجع لها. واما والد الاميرة عرف فكر ان فانغ وليوناسكي شخصين مختلفين، وصاحب ليوناسكي خلى فانغ ينتحل شخصيته زي ما بنته عاملة، وشاف ان دي حركة صايعة وان ليوناسكي مكار. في الوقت ده كانت باي بدأت اول اختبار في الحفلة، وهو ان اللي يعدي البحر وما يتبلش يبقى من المرشحين للجواز الاميرة. ده العجل بطن امه ده اكيد. في الوقت ده كان يون مستغرب لان فانغ فقد قوته الداخلية وانه هيسقط، ورغم كده واقف اسد. وبعد ما عدى البحيرة عرف تشاو ان اللي ورا الستارة دي باهاي مش الاميرة. وبعدها راح فانغ للاختبار التاني، وبدأت المنافسة بينه وبين تشاو، وده لان باقي المرشحين انسحبوا لانهم اقل من انهم يتنافسوا تشاو وفانغ. وتعمد فانغ انه يخسر نفسه لانه مش عايز يتجوزها. ولما عرفت الاميرة ان تشاو فاز انقهرت يا عيني. في الوقت ده كان في مجموعة من الحرس بتوع جو منتحلين شخصية حراس فانغ، وراحوا يهربوا اتباعهم من السجن، وده بتخطيط من جو علشان يقبضوا عليهم قدام حراس الملكي، ويزيد الكره بين الملك وفانغ اكتر. لكن الامير الثالث عرف وقبض على واحد من اتباع جو، وقال للمعلم ان كل ده فخ من تخطيط جو، وانه طلب منه يساعده لكنه رفض علشان بيحب فانغ، ونصح انهم يرجعوا للزنزانة تاني بسرعة. وقال لمساعد فانغ ان في فخ متحضر لجو هيطلع من دماغه. وعرف الملك بعدها ان اتباع فانغ ما هربوش حتى بعد ما اتفتح لهم الزنزانة، وبكده يكون اتاكد انهم ما عندهمش نية للهروب. في الوقت ده كانت باي بتشكر فانغ انه انقذ طائفتها، قال لها لا شكر ولا حاجة، هاتي بص انا بحبك، ونزل على ركبته واعترف لها بحبه. وتاني يوم افرج الملك عن طائفة باي وتاكد من حسن نية فانغ، ورجع باي وفانغ للطائفة. وهناك نصح المعلم يرجع للعاصمة وياخد باله لان جواز تشاو من اميرة ديوتشو معناه غزو العالم قرب. في الوقت ده كانت الحربية مع الملك وبدأت تلمح له انه يخلي جو ابنها هو وارث ليه، بما ان اخواته الاتنين ما بقوش موجودين. فقال لها انه مستعد يخلي الوريث بس بشرط انه يخلص من كل المتمردين في الجنوب علشان يتأكد من حسن نيته. وبالليل قال المعلم لباي انه خلاص هيعتزل وعايزها تبقى زعيمة القبيلة، لكنها مش موافقة. فعرضت عليه انه يخلي ليغو وبنته هي زعيمتها لانها ورثت كل صفاته معاه حبيبها يساعدها. فوافق على كلامها. وتاني يوم عرفت ان المعلم مات مسموهم، واتهمتها لينغو ان هي اللي قتلته لانها كانت اخر واحده شافته. قامت مدياها سيف في كتفها اغمى عليها، لكن فانغ قدر يعالجها بالزهر اللي اداها لها تاين قبل ما يموت، ودي بتشفي اي مرض. وبعد ما فاقت قال لها ان المعلم مات بنفس الطريقه اللي والدته ماتت بيها، وان في حد بيحاول يلبسها في حيطه. في الوقت ده قابلوا بوه وعرفوا منه ان في سهم ما تقدرش اي ابره فضه تكشفه، ومش موجود غير في المدينه الامبراطوريه. وده اللي قاله والده كبير الاطباء لانه الوحيد اللي قدر يوصل للسم ده. في الوقت ده عرف ملك بوتشو ان وريث مدينه تشينغو هو اللي هيمسك اداره شؤون البلد لمده شهرين، والمعروف عنه انه بيعمل كل حاجه بنفسه. فقرر يستغل فرصه انشغاله دي ويتعاون مع جيش تشاو ويعلنوا الحرب على تشينغو ويستولوا عليها. خليك انت كده يا حاج قاعد بتصطاد في الميه العكره. ولما عرف الملك بتحالف جيش يتشو مع جيش تشاو اقترح عليه مسؤول انه يساند مدينه تشينغو لانها المجاوره ليهم واي غزو ليها يعرض بلدهم للخطر. فوافق على اقتراحه وطلب منهم يبداوا في مسانده تشينغو. في نفس الوقت كانت باي وفانغ بيقابلوا رئيس فرع العاصمه علشان يجيب لهم اقنعه يقدروا يدخلوا بيها السوق السوداء في المدينه. ولما دخلوا طلبوا يقابلوا الطبيب علشان يعرفوا منه من اخر شخص اشترى السم النادر منه، لكنه رفض يقابلهم فخطفوه. وهنا اعترف انه ما باعش السم ده غير الاتنين بس وما يعرفهمش، بس مع صورهم. راحوا القصر الامبراطوري سوا علشان ياخدوا صورهم، وهناك عرفوا ان واحد من الاتنين دول الحارس الشخصي لمدينه دادونغ، واخدوا جرعه من السم قبل ما يمشوا. وعرفوا انه ملك دادونغ اتقتل وخباهم الطبيب في الدولاب. فقال لها لو اعرف اننا هنتحبس كده سوا كنت جيتي هنا من زمان، مش وقتك يا حنين. وبعدها قدروا يهربوا. وجه يو في الوقت ده قال يعني علشان يعالج الملك وهو اللي قتله اصلا يقتل القتيل ويمشي بجنازته. واقنع الامير انه يعلن وفاه والده بحجه ان الابطال بتتولد من الصعوبات، لكنه بيعمل كده علشان الدول التانية تعرف فتبدا الحرب على المدينه. في نفس الوقت كان الحارس الشخصي لدادونج اتقتل، ولما عرف فانغ اتاكد ان في شخص واحد بس ورا كل الخراب اللي بيحصل ده. فراحوا للقصر للست اللي من ضمن الناس اللي اشترت السم، ولما لقوها عرفوا منها زوجة الملك هي اللي امرتها بانها تشتري السم ده لما كانت والدة فانغ تعبانه. وبعد ما عرفت انها ماتت فسابت القصر ومشيت. فقرر فانغ ينتقم لامه ويفضحهم بطريقته. ولما عرفت الحيزبونه ان فانغ عرف سرها قررت تلبسه في مصيبه وتدخله السجن علشان ما يقولش لحد
السعادة وفي نفس الوقت يبقى ابنها الوريث الوحيد للعرش. فعلا مرح رباهية. في الوقت ده قلقت باي ان جيش الملك يهجم على بلدهم، قلقت على اخوها خصوصا بعد ما عرفت ان والد فانغ هيساعد مدينتها، لكنه في الحقيقة عايز يستولي عليها. وتاني يوم قابلت الحيزبونة جو وقالت له انه لازم يعمل انقلاب على الملك يوم عيد ميلاده علشان يستولي على العرش. في الوقت ده كان فانغ قدر يوصل لواحد من المتآمرين على موت والدته، وجاب وزير العدل علشان يسمع اعترافه بنفسه ويسجل. وفي اللحظة دي عرف فانغ بخطة جو للتمرد، وان كل الاضطرابات في الجنوب كانت من تخطيطه علشان يبعد الجيش الملكي عن الأسرى. وعرف من الوزير ان الجيش الملكي اتبدل بجيش جو وهم في طريقهم للقصر في حفلة عيد الميلاد. اقنع جو والدته انه بيدافع عن الامة وفانغ هو اللي متمرد، فقرر الملك يعينه وريثه. لكن يا فرحة ما تمت، دخل فانغ ومعه وزير العدل واكدوا للملك ان جو هو اللي خاين ومتمرد، والجيش اللي بره ده جيش جو، وان واحد من المسؤولين جاسوس لتشو، وان جو نفسه انضحك عليه. خايب ابن خايبة. وبدأ جو يرمي التهم على فانغ وقال انه رجع القصر علشان شكك في الملك انه كان ليه يد في قتل والدته. وهنا عرف الملك ان زوجته التانية قتلت الاولى، فحكم الملك عليها انها تموت نفسها وعلى جو انه يبقى من عامة الشعب. وقرر بعدها انه يتنازل عن العرش لفانغ وقال انه دي الحق في اختيار زوجته. فراح جري بعد تتويجه يطلب منه الجواز، ولسه بتقول له ها، فقال لها ها انت خلاص انا اعتبرتك موافقة، باين انه مدلوق ولا باين اكتر. وبالليل جالها واحد من بلدها قال لها ان وضع البلد زي الزفت ووالدها بيموت، فراحت تستأذن فانغ انها تسيب العاصمة لفترة. وهنا عرفت ان فانغ عارف حياتها واصلها، وقال لها انه مش ممانع تكون اميرة او حتى من عالم الفنون ويسافر معها لبلدها رجل يا ابني والله. واول ما وصلت قصرها قال لاخوها انه هيروح يحارب، وطلب منها تفضل في القصر تاخد بالها ومن والدها لانه مش ضامن يرجع حي ولا لا. وراح اخو باي للحرب وانهزم الجيش بتاعه ومات. ولما والده عرف قال لباي انها هتكون الحاكم للعرش بعدها وهتبقى اول ست تحكم في تاريخ بلدهم. ومات والدها من حزنه على ابنه، فقررت باي تحمي شعبها وتحارب، وقال لها فانغ انه هيكون جنبها مهما حصل. فعلا الحبيب وقت الضيق. وبدأت باي تخطط علشان توقع جيش يتشو. وتاني يوم دارت العركة بين المدينتين وقدر جيش باي يدمر عدد كبير من جيش يتشو. وهنا بدأ ملك يتشو يشك ان تشاو مبسوط بهزيمة بلده وانه مستفاد من وراها. وبالليل راحت باي وفانغ المكان تخزين سلاح العدو، وهنا قفشهم تشاو ويهنا. بس باي وفانغ كانوا قاصدين وطلع فخ ليهم علشان الحرس يقدروا يولعوا في مخزن يتشو. ولما عرف الملك كان هيغمى عليه من الصدمة. وفي مواجهة تانية بين الجيشين قرر ملك يتشو يروح بنفسه للحرب ويبقى القائد، بس بنتنا حبت تمسي عليه فنيمته في السرير، فبقى تشو قائد جيش يتشو مكان حماه. ورغم كل الدشملة اللي باي عاملاها في الجيش الا انهم مصممين يحاربوها، وبرضه علمت عليهم ودمرت جزء كبير من فرسان جيش يتشو. لكن بالليل عرفت باي ان الجيش التاني دمر بوابات المدينة بتاعتها وراحوا على الوادي يقتحموه، فقررت تحاربهم لانهم لو استولوا على الوادي هيستولوا على بلدها. وهنا قرر فانغ انه يدعمها بجيشه اللي بيدربه في السر. ولما طلب منها قائد الجيش تتراجع وقفت سندال وقالت له ابدا يا ناش عيشه فوليا متاحنا الكل. وتاني يوم بدأت المعركة بينهم، لكن جه فانغ اتأخر عليها وده عرض جيش باي لخسارة كبيرة، وقررت تنزل تحارب بنفسها وكانت بطلة. الضربة توقع 1000 وفجأة دخل جيش فانغ وده خلى جيش يونيتشو يتراجع. ولما شاف فانغ حالة باي جه واخدها حضن محاربين ووعدها انه هيدفعهم تمن اللي عملوا فيها. وراح فانغ ورا يون علشان يضربه، وهنا لقي ان يون بيستخدم قوة اليشم المقدس وعرفه هنا ان هو اللي كان بيوقعه في مصايب طول الفترة اللي فاتت، وانه صاحب طائفة سول المميتة واللي ما يعرفهاش يرجع لاول القصة. وبدأ يشك فيها وباي انه مش بيساعد الشغل لله وللوطن وانه اكيد وراه سر، وده اللي هنعرفه قدام. وهنا جه خبر لباي ان جيش يتشو بيقترح هدنة، فقال فانغ انه في فترة الهدنة هيرجع لوالده ويقول له انه عايز يتجوزها. ولما عرف والد فانغ رحب بالفكرة جدا وقال له ان يوم جوازه منها هيكون يوم تتويجه كملك، وبعت لها الملك مبعوث بالزواج ووافقت باي واتجوزوا. وبعد 5 سنين كبر بوه وبقى رئيس الفرسان، ويون اختفى ويتشو يحتل بلاد كتيرة وكسب حب الناس لانه ما بيأذيش اي شعب بيحتل بلده. في الوقت ده كان يو في مدينة دادونغ بيحاول يغريهم بجيشه علشان يقدر يحتلها ويواجه فانغ وباي تاني، وده لان دادونغ هي اللي حاكمة العالم وحاكمها دلوقتي عيل عبيط بيحب الرسم وسايب الامبراطورية تضرب تقلب. فاغرق
قائد الجيش مدينة دادونغ بجيشه الإلهي. نرجع بقى لتشاو اللي قرر يعلن الحرب على 6 مقاطعات وأولهم يوتشينغ وبلد باي، وده علشان يدخل عالم الملوك. وفانغ أعلن إنه هيدخل عالم الملوك، وبالليل بعتت باي مرسل لفانغ إن في كمين معمول له من الملوك اللي داخلة في الحرب، وده لأنها لقت حراس كتير من دادونغ ميتين. في الوقت ده كانت باي بتحارب جيش تاني غريب، والأغرب إنها لقت معاهم أسلحة مش عادية وبيتعافوا من إصابتهم بسرعة، فتأكدت إن الجيش ده تبع يون لأنه الوحيد اللي مع العلاج اللي يقدر يعالج أي مرض بسرعة. وكانت على وشك إنها تموت، لكن بو ضحى بحياته وأنقذها. وصل فانغ في الوقت ده، وقبل ما تعلن باي انسحابها هجموا عليهم تاني. فقال فانغ للجيش لا بقى، يا احنا يا هم على أم الجبل ده ويلا عركة، واللي يجي في طريقهم يسفلتوه. أما باي بقى فراحت للراس الكبيرة وقتلت القائد بتاعهم، وعرفت منه قبل ما يموت إن اللي عمل جيش دادونغ هو يون. في الوقت ده كانت شو راح يحارب مدينة دادونغ، وهناك عرف إن يون هو اللي مسيطر عليها، وإنه كان بيخضع كل الفترة اللي فاتت علشان يقدر يحكم العالم كله، فاضطر يتراجع علشان ما يأذيش حد من المواطنين. نرجع لباي اللي اداها فانغ حياته مقابل إنه يؤجر 10 سنين وبعدين يموت علشان ينقذها من الموت. وبعد فترة اتفق فانغ وباي وتشاو إنهم يتحدوا سوا علشان يخلصوا من يون، وقدروا بقوة اليشم المقدس يموتوه. ولما عرف الامبراطور باللي عملوه اداهم خريطة العالم وقال لهم انهم بقوا ملوك العالم دلوقتي. لكن فانغ وباي اتنازلوا عن حكم العالم لتشاو وقرروا يعيشوا حياتهم كمقاتلين، وامروا جيشهم يتبعوا اوامر تشاو لانه بقى حاكم العالم. وعاشت باي وفانغ حياة عادية كلها اكل ومرعى وقلة صنعة، وقعدوا يحبوا بعض. وانتهت القصة، اتمنى تكون عجبتكم، وانتظروني لايك وفولو اللي جاي كتير. مع السلامة.